كويس ان الاهلي كسب وصعد على حساب سيمبا وهو في اسوأ مستوى ليه، لكن لحد امتى هنفضل نقول ميزة الفرق الكبيرة انها بتكسب وهي في اسوأ مستوى؟ ده ممكن تقوله مرة تقوله مرتين، لكن مش هنفضل بنفس المستوى في كل مباراة بنفس الاخطاء بنفس الاداء اللي احنا شايفينه. لحد امتى التوفيق اصلا هيكون ملازم الاهلي وهيكون مع الاهلي في كل مباراة؟ وشوبير يقدر يطلع كورة واتنين قبل ما نستقبل هدف، وبعد كده بنقدر نسجل هدف. لحد امتى التوفيق هيكون معانا وغايب عن المنافسين؟ دي حاجات كلها لازم ندور عليها، نشوف امتى هنقدم اداء جيد بنتيجة جيدة بشكل احنا مستنيينه من كولر من الموسم اللي فات. لازم نقدم مباراة قوية، لازم نقدم اداء قوي في كل المباريات نقدر نكسب باداء ونتيجة. الاهلي النهاردة الشوط الاول تخيل ما كانش قادر يعمل ولا محاولة على المرمى، ما كانش قادر يطلع بالكورة من تحت، ما كانش فيه اي لعب خالص، لا نص الملعب بيلعب بشكل كويس ولا الدفاع بيلعب بشكل كويس ولا الهجوم بيلعب بشكل كويس. مفيش اداء. حتى المدرب في توظيفه للعيبة في الشوط الاول بيلعب برضا سليم قدام محمد هاني، رغم ان رضا سليم بيتألق في مركز الجناح الشمال قدام علي معلول، وبيلعب الشحات في ناحية الشمال رغم انه يقدر يلعب قدام هاني، وعمل كده في الشوط الثاني. تألق رضا سليم وابدع حسين الشحات، قدموا اداء جيد في الشوط الثاني. فكان توظيف اللعيبه جزء مهم في سبب سوء اداء الاهلي. وكمان مودست حتى لو قدم مباراه قويه او قدم مباراه جيده الى حد ما وصنع الهدف الاول للسوليه، الا ان مودست ما كانش في افضل حال، ووجود كهربا في الملعب بيخليك تخلق حلول كتير جدا. الاهلي ما كانش عارف يطلع بالكرة طوال الشوط الاول، مش لاقي لاعب، مش قادر يخلق محاولة على المرمى، مفيش تسديد على المرمى، مفيش اي حاجة طوال الشوط الاول. مع الشوط الثاني الاداء اتحسن وكولر اتاخر في التغييرات. كان من بدري لازم يكون موجود قفشه في الملعب، كهربا في الملعب، السولية ميس باص كتير جدا سواء الشوط الاول او الشوط الثاني، بيكعبل في الكرة بشكل كبير جدا مش عارف ليه. نص الملعب ما كانش في افضل حال، كان لازم ينزل بقفشه، ينزل بكهربا من بدري علشان يحسن الاداء. الاهلي ما ينفعش يغير في الدقيقه 80 والدقيقه 85. كونك بتغير في الدقيقه 80 والدقيقه 85 ده معناه ان انت مش مقتنع غير بالناس اللي موجوده في الملعب بس، غير بالتشكيل الاساسي، مش مقتنع ان في عندك دكه تقدر تصنع الفارق وتقدر تغير سير المباراه. ده انت عملته في مباراه الزمالك وقدرت ان انت تسجل هدف بعد نزول قفشه، هدفين بعد نزول قفشه. فالاهلي محتاج مراجعه من كولر في الاداء. ما ينفعش ان احنا بقالنا اسبوع ما لعبناش ونيجي نشوف الاداء ده النهارده. بدنيا الشوط الاول الاهلي ما كانش موجود، كان في اسوأ مستوى، ما كانش ده الاهلي اللي احنا عايزين نشوفه وبنحب نشوفه. انا كنت في المدرجات وشايف الملعب، مش الاداء اللي الاهلي الواحد مستنيه من لعيبه الاهلي، مش الاداء اللي احنا المفروض، يعني اللعيبه بقالها اسبوع مريحه، المفروض ان هي تقدم افضل ما عندها، وده ما حصلش في المباراه النهارده. مبروك علينا الصعود، لكن زي ما قلت التوفيق هيغيب عني مباراة، هيبقى معايا مباراة وهيبقى معايا مباراة تانية. معرض ان انا التوفيق المباراة الجاية ميبقاش معايا قدام فريق قوي او قدام فريق اتقل. لازم نعمل حسابنا من دلوقتي علشان ادائنا مش في افضل حال، لا دفاعيا ولا هجوميا، ولا حتى المدرب على الخط بيقدم افضل اداء. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.